تخيل معايا مرة واحدة بس كريستيانو بيرفع كاس العالم. الكاس وارفعها عالية غالية. تحقق حلم. وقتها فعلا دي هتكون افضل واجمل واروع نهاية في تاريخ كرة القدم، ومفيش حد هيقدر ينكر ان كريستيانو فعلا افضل لاعب على مر العصور. بس ثانية، هل فعلا كرة القدم هتدي لرونالدو النهاية اللي يستحقها؟ قبل ما نتكلم في أي حاجة تعال نبص على تاريخ البرتغال في كأس العالم. منتخب البرتغال شارك في كأس العالم 8 مرات لغاية دلوقتي. أفضل إنجاز ليه كان المركز الثالث في كأس العالم 1966 والمركز الرابع في نسخة 2006. أما بقى عن كريستيانو فشارك مع البرتغال في 5 نسخ من كأس العالم: 2006، 2010، 2014، 2018، 2022. وفي رقم تاريخي متسجل باسمه لغاية دلوقتي، إنه اللاعب الوحيد اللي يسجل أهداف في 5 نسخ مختلفة من البطولة. لو أنت متعرفش بقى، كريستيانو لما هيشارك في كاس العالم 2026 هيكون عمره 41 سنه، وده رقم مرعب في كره القدم الحديثه. انا عارف ان في ناس هتنتقدني، ولكن كريستيانو ما بقاش ينفع يلعب كاساسي في جميع المباريات. لو جينا نبص على مجموعه البرتغال في كاس العالم هنلاقي معاهم كولومبيا واوزبكستان، ولسه في منتخب هيتم تحديده من الملحق العالمي، وانا متاكد 100% ان البرتغال هيتاهل منها بالتسع نقط كاملين. طيب دلوقتي هل فعلا البرتغال تقدر تاخد كاس العالم؟ الحقيقه طبعا، لان البرتغال دلوقتي عندها مزيج من اللعيبه الخبره والشباب، وده لوحده يقدر يجيب اي بطوله. واحنا كمان شويه هنتكلم عن افضل تشكيله للبرتغال. طيب دلوقتي خلينا نعرف ايه اللي هيحصل لو كريستيانو اخد كاس العالم. لو كريستيانو نجح انه يحقق كاس العالم سيتوج بلقب الاعظم في التاريخ بلا منازع، وده اللي هيقفل باب المقارنه مع ليونيل ميسي. هتقول لي ليه؟ هقول لك علشان كده هيكون فعلا كريستيانو حقق جميع الالقاب وجميع كل حاجه يقدر يحققها في كره القدم، وهيكون اللاعب الاول والوحيد اللي ينهي مسيرته برفع كاس العالم. طيب دلوقتي ايه افضل تشكيله للبرتغال تحت قياده المدرب روبرتو مارتينيز؟ هنبدا بحراسه المرمى، هيكون معانا دييجو كوستا، وفي خط الدفاع هيكون معانا جواو كانسيلو وروبن دياز وانطونيو سيلفا ونونو مينديز، ولو جدع عدي من خط الدفاع. المهم خط الوسط هيكون جواو نيفيز وجنبه فيتينيا وجنبه برونو فرنانديز. انما بقى عن خط الهجوم وما ادراك خط الهجوم، هيكون الجناح اليمين برناردو سيلفا، والجناح الشمال هيكون رافائيل لياو. انما بقى المهاجم الصريح هيكون اكيد كريستيانو رونالدو. وخلي بالك في لعيبه مميزه على الدكه زي جواو فيليكس وبيدرو نيتو وغونزالو راموس، ومن وجهه نظر التشكيله دي تقدر تجيب كاس العالم في شوال. انت بقى قول لي، هل فعلا كريستيانو هيقدر يحقق كاس العالم ولا في حاجه تانية هتحصل؟ وقول لي عايزني اتكلم عن منتخب مين الفيديو اللي جاي. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك، ونشوفكم في فيديو جديد.